هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أسعد الله صباحكم سمعنا الكرام بالخير واليمن والبركات في إطلالة يوم جديد. هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام. احتضان اليتيم قصة جميلة، أنت من يصنعها. تنفس الصباح بيوم جديد نمضي فيه بإيمان وفلاح وحضور ونجاح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم بك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أمة ترقى وعبد لله يسعى يعمر الأرض ويقيم الفرض. فاعبدك ربي فإنا بك أصبحنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم الخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم الخميس الأنيس بإذن الله عز وجل 19 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللهم بك أصبحنا صباح مفعم بتوفيق الله عز وجل وذكره سبحانه وبحمده. يقولها لكم فريق العمل في هذا البرنامج من إشراف العام عبد الرحمن الشايع، في رئاسة التحرير فيحان أسبيعي، في التقديم أخي وزميلي خالد المصري، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنسيق بندر الحسين، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري الله يعطيك العافية بالوليد، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم. اللهم بك أصبحنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى وكان له مثل ذلك حتى يصبح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، عليك متوكلين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح سورة الحج وحتى سورة النور. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أسعد الله صباحكم سمعنا الكرام بالخير واليمن والبركات في إطلالة يوم جديد. هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام. احتضان اليتيم قصة جميلة، أنت من يصنعها. تنفس الصباح بيوم
جديد نمضي فيه بإيمان وفلاح وحضور ونجاح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون اللهم بك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله وعبد لله يسعى يعمر الأرض ويقيم الفرض فعونك ربي فإنا بك أصبحنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم الخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم الخميس الأنيس بإذن الله عز وجل 19 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللهم بك أصبحنا صباح مفعم بتوفيق الله عز وجل وذكره سبحانه وبحمده، يقولها لكم فريق العمل في هذا البرنامج من الإشراف العام عبد الرحمن الشايع، في رئاسة التحرير فيحان أسبيعي، في التقديم أخي وزميلي خالد المصري، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنسيق بندر الحسين، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري الله يعطيك العافية بالوليد، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم. اللهم بك أصبحنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اللهم بك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله وعبد لله يسعى يعمر الأرض ويقيم الفرض فعونك ربي فإنا بك أصبحنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم الخير واليمن والبركات. 100 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللهم بك أصبحنا صباح مفعم